تخيل معايا اللحظة ايه اللي ممكن يحصل لو اتقابل أشهر كلبين جبنة في تاريخ الكرتون. لا مش بس كده، ده كمان في مغامرة واحدة. سكوبي دو الكلب اللي طول عمره بيهرب من الأشباح، والكلب كورج اللي حياته كلها رعب وخوف. لكن المرة دي الموضوع مختلف تماما، لأن اللي هيواجهوه مش مجرد شبح متنكر ولا لغز عادي زي اللي اتعودوا عليه. المرة دي في بلد اسمها وير. البلد دي غريبة جدا وهادية بشكل مريب، وكأنها مخبية سر كبير تحتها، والسر ده حرفيا مدفون تحت الأرض. وحوش غريبة وحشرات عملاقة وأسرار مظلمة كلها بتطلع من تحت الأرض. لكن السؤال هنا، هل ممكن كلبين جبنة ينقذوا مدينة كاملة، ولا الخوف هيكون أقوى منهم؟ النهاردة هنحكي واحدة من أغرب المغامرات سكوبي دو، المغامرة اللي قابل فيها كورج الكلب الجبان. وكل ده بدأ بحادثة بسيطة جدا. القصة بتبدأ مع فريق حل الألغاز الشهير سكوبي دو، الفريق اللي اتعود دايما يحل ألغاز الأشباح ويكشف الحقيقة اللي ورا كل وحش. وفي يوم من الأيام الفريق كان لسه مخلص قضية جديدة. عصابة من اللصوص كانت بتسرق بنك، والحرامي عامل لنفسه قصة رعب، وكمان كان متنكر في هيئة مهرج. وبعد مطاردة طويلة سكوبي وشاجي كعادتهم كانوا بيجروا وهم بيصرخوا، لكن من غير ما يقصدوا الاتنين كانوا هم السبب في كشف العصابة. وفجأة القضية بتخلص والعصابة بيتقبض عليها، والفريق بيقرر يرتاح شوية بعد المغامرة دي. لكن في اللحظة دي بالظبط بيحصل شيء غريب جدا. سكوبي فجأة بيقف في مكانه وبيبص حواليه بتوتر، وكأنه سمع حاجة محدش غيره هو اللي سمعها، صوت غريب كده وموجات صوتية مش مفهومة. وفجأة سكوبي بيبدأ يتحرك بطريقة غريبة جدا، وجسمه بيتهز وبيبدأ يرقص كأن حد بيسيطر عليه. وشاجي بيستغرب جدا وبيحاول يمسكه، لكن سكوبي فجأة بيجري، وبيجري بسرعة كبيرة وكأنه بيتبع الصوت اللي هو بيسمعه. الفريق كله بيجري وراه وفضلوا يلاحقوه مسافات طويلة لحد ما الطريق بيخرجهم بره المدينة وبيوصلهم لمنطقة صحراوية، مكان مهجور كده وشبه مفيهوش حياة. لكن في آخر الطريق بيظهر قدامهم اسم البلد الصغيرة. البلد دي اسمها وير، اسمها معناه لا مكان، حرفيا مكان صغير جدا ومنعزل عن العالم كله. لكن الغريب إن أول ما الفريق بيدخل البلد الأرض بتتهز، والاهتزاز بيكون خفيف في الأول، لكن بعد ثواني الاهتزاز بيزيد وفجأة الأرض بتتشقق تحتهم، وبتبدأ تظهر حشرات غريبة جدا. الحشرات دي ضخمة جدا وأكبر من الطبيعي بكتير. الحشرات دي بتطلع بالعشرات وبتبدأ تزحف في الشوارع. الفريق بيتفاجئ وسكوبي وشاجي بيصرخوا ويجروا فورا، لكن وهم بيهربوا بيلاقوا كلب تاني بيجري في نفس الاتجاه. الكلب الصغير ده لونه أصفر وعينيه مليانة رعب. أحب أقولك إن الكلب ده هو كورج. كورج كان عايش في البلد دي طول حياته، في بيت قديم مع سيدة طيبة اسمها موريل وجوزها العجوز العصبي يوستد. وكورج كان متعود بالأشياء المرعبة اللي بتحصل حواليه، لكن المرة دي الموضوع أكبر منه بكتير، لأنه حرفيا هو مش شايف حاجة. الحشرات العملاقة بتطلع أكتر وأكتر من تحت الأرض، وكأنه في شيء ضخم تحت الأرض. سكوبي بيجري وكورج بيجري، وفجأة الاتنين بيخبطوا ببعض، وسكوبي بيبص لكورج وكورج بيبص لسكوبي، والاتنين بيصرخوا في نفس اللحظة. لكن مفيش وقت للخوف لأن الأرض بتتهز المرة دي ومن تحتهم، وبيبدأ يظهر شيء أكبر بكتير من الحشرات، مخلوقات ضخمة بتحفر طريقها للخروج. الفريق كله بيهرب بسرعة لحد ما بيوصلوا لبيت موريل، وبيدخلوا بسرعة علشان يستخبوا هناك. الفريق بيتعرف لأول مرة على كورج وعلى صاحبة البيت موريل، وبتستقبلهم بلطف. لكن يوستد كعادته بيبدأ يزعق وبيقول لهم إن البلد دي طول عمرها غريبة، وإن الأشياء المرعبة اللي بتحصل فيها دي من زمان. لكن فالمو بتبدأ تلاحظ حاجة مهمة جدا، إن كل الوحوش اللي بتظهر وكل الحشرات وكل المخلوقات بتطلع من تحت الأرض، وكأن في سر ضخم مدفون تحت البلد دي. ولغاية هنا شكرا، هبدأ أكمل القصة بكرة إن شاء الله، وهنعرف مع بعضنا إيه اللي بيحصل تحت البيت أو في المدينة دي.